ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره بتشوفيني، انا امل ميك اب ارتست من اسكندريه. لو حابه تشوفي لوكات الميك اب اللي بعملها وصور العرايس اللي بعمل لهم ميك اب، هسيبلك اللينك بتاع الجروبات بتاعتي والبيدجات بتاعتي تحت في الديسكريبشن بوكس، وهسيبلك كمان رقم واتساب للتواصل لو حابه تعرفي الاسعار وتعرفي كل التفاصيل. هتلاقي رقم واتساب للتواصل. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو ونشوف الفيديو النهارده بيتكلم عن ايه. البنات اللي متابعيني، انا نزلت الفيديو اللي قبل ده على طول، كنت منزله الاوردر ميك اب كنت طالباه بتاع شي جلام. دي الست روج من شي جلام، كنت جايباه هي وبلة رموش، وقلت لكم ان انا هجرب لكم الارواش دي في الفيديو اللي جاي، اعمل لكم سواتش للالوان واوريكم الدرجات يعني على الطبيعه وكده. طبعا انا جربت منها كذا لون وشفت الثبات وشفت كل حاجة عشان اعرف اكلمكم عنها كويس في الفيديو. دي كده ست روج فيها 5 درجات، ودرجة جلوس كده شفافة بس فيها نسبة جليتر كده بسيطة، يعني هما يعتبروا 6 درجات. دي كنت جايباها ب300 بدل 350. وفي الفيديو اللي فات هتلاقوا اللينك بتاع البيج اللي انا جايبة منها الروج ده. تمام. هي بنوته من اسكندريه في العجمي يعني، بس هي عندها شحن بتوصل اي مكان، وهي بتبيع كل منتجات شي ان وشي جلام وميك اب شي جلام وكل حاجه. فتعالوا كده نعمل سواتش للالوان ونشوف الدرجات. دي كده اول درجه. تمام. دي اول درجه معايا، درجتها مش باينه قوي في الفيديو. ثواني اقلل الاضاءه شويه. بحاول اوضح لكم الدرجات زي الحقيقة والله، بس مش عارفة مش راضية تظبط ليه. بس هي دي اول درجة. تمام. شايفين ناعم ازاي؟ الدرجة دي رقمها في الست 03. دي كده اول درجة. نيجي بقى للدرجة اللي انا يعني حبيتها قوي في الست دي، عشان هي دي رقمها 02. الدرجة دي بالظبط الناس اللي عندها ميبلين سوبر ستي درجة 65 هتعرف انا قصدي ايه. الدرجة دي محببة جدا لكل الميك اب ارتست، لانها بتليق على معظم اللوكات وبتمشي مع اي لوك واي الوان ممكن تعمليها. الدرجة دي زيها بالظبط، يا رب بس تبان. بس هي زي ميبلين سوبر ستي درجة 65 بالظبط. شايفين الدرجة؟ نود فاتح كده، بس هي افتح شوية من الفيديو. حلوة قوي، هتليق على اي لوك ميك اب هتعمليه. نيجي للدرجة اللي بعد كده، رقمها 06. هي بينك غامق كده على فوشيا شوية. درجتها حلوة قوي، بس عايز طبعا الوان ميك اب معينة. تمام. دي الدرجة اللي بعد كده، رقمها 05. دي على احمر شوية، او هي احمر يعني، بس هي باينة في الفيديو ان هي فاقع، احمر فاقع، بس هي احمر نبيتي كده، فاهمين قصدي؟ دي كده الدرجة. شايفين؟ على فكرة هي مختلفة تماما عن دي، مش زيها خالص، عشان بس هي باينه لكم في الفيديو ان هي زيها، بس هي مختلفة تماما. شايفين؟ الدرجة بقى اللي بعد كده وهي رقمها 04، ودي دي درجتها على جملي كده شوية، برضو درجتها حلوة قوي. ثواني اجربها لكم. هي غامقة شوية بس حلوة قوي، تهيألي كده اوضح شوية على جملي كده. الدرجة الاخيرة دي بقى هي مش هتبان اصلا، بس انا برضو هعمل لكم سواتش منها. هي شفافة كده، مش باينة اصلا. هي جلوس شفافة كده وفيها نسبة جليتر بسيطة قوي، مش باينة خالص في الفيديو. بس بصراحة يعني الدرجة الجلوس اللي هي اللي في البالت دي انا حسيتها ضعيفة قوي، يعني
خفيف كده وبيلزق، مش عارفة ما عجبتنيش قوي بصراحة. لكن الروج بصراحة درجاته كلها تحفة وكلها مختلفة عن بعض. نتكلم بقى عن الباليت دي، هي حلوة قوي بصراحة وعملية جدا. يعني معاكي 5 درجات يعتبر، مش هنحسب دي علشان ممكن بنات كتير ما تحبهاش، انا بصراحة ما حبيتهاش قوي، بس ممكن في حد يحبها او يحب يستعملها. بس هم حاطينها عشان لو انت عايزة تخلي اي درجة فيهم تبقى جلوسي كده وبتلمع شوية، ما يبقاش مط، لان هو مط وثابت. تقدري تحطي الدرجة دي عليها. لكن ال5 درجات التانيين مفيش فيهم اي مشكلة. بالنسبة للثبات هو ثابت قوي. طبعا ارواج شي جلام انا مجرباها قبل كده، بس الست دي انا اول مرة اجربها بصراحة. لكن لو هنتكلم عن الثبات هو ثابت جدا، ناعم قوي على الشفايف. ورغم ثباته ده الا انه بيتشال بسهولة، يعني اي ميك اب ريموفر هتقدري تشيليه بكل سهولة. فهو زي ما قلت لكم ان هو ثابت قوي وناعم جدا على الشفايف، مش خشن وما بيقطعش وما بيشققش كده الشفايف ويبينها ان هي خشنة. درجاته كلها حلوة ومختلفة عن بعض. يعني لو انتي ميك اب ارتست وعايزة تجيبي باليت فيها درجات مختلفة عشان تقدري تشتغلي بيها، ما يبقاش فيه درجة متكررة او درجة شبه التانية، فدي حلوة قوي بصراحة عشان كل درجاتها مختلفة. يعني بصوا زي ما انتوا شايفين مفيش اي درجة شبه التانية. هو باين لكم في الفيديو ان الدرجتين دول شبه بعض، بس لا خالص، دي احمر ودي يعني درجة من درجات الموفل توبي كده، بس هي مش باينة خالص في الفيديو للأسف. فمفيش درجة فيهم خالص شبه التانية، وكل درجاتها دارجة جدا في الشغل. الميك اب ارتست هيفهموا قصدي ان الدرجات دي كلها احنا بنحتاجها وبنشتغل بيها دايما، خصوصا الدرجة اللي انا قلتلكم ان هي شبه ميبلين سوبر ستاي درجة 65. الدرجة دي تحفة جدا، بتليق على معظم اللوكات ومعظم الالوان وبتطلب كتير قوي. فدرجاته كلها بصراحة حلوة. حتى لو انتي عروسة وعايزة تجيبي باليت روج تكون الوانها مختلفة عشان ما تجيبيش حاجة متكررة او كده، فدي تجيبيها طبعا هتبقى اوفر لك بكتير قوي ان انتي تجيبي كل قلم، يعني كل قلم روج لوحده. لما تجيبي دي هتبقى اوفر لك بكتير. زي ما قلت لكم دي 300 جنيه، يعني الواحد يعتبر ب50 جنيه، فسعرها حلو قوي بصراحة. بالنسبة للكواليتي الروج بتاع شي جلام حلو جدا على فكرة، واللي جربه هيبقى عارف انا بقول ايه. فهي حلوة قوي بصراحة وعملية، وانا مندمتش خالص ان انا جبتها. على فكرة انا بصور لكم الفيديو ده بعد الفيديو بتاع الاوردر الميك اب ساعة ما كنت طالباه، يعني بصوره لكم بعدها بعد ما انا جربته في الشغل وجربته على نفسي وعرفت ثباته وعرفت عنه كل حاجة. فعشان كده قلت يعني اطلع اقول لكم عنه عشان لو حد حابب يجيبه او حاجه. الفيديو اللي فات هتلاقوني سايبالكم اللينك بتاع البيج اللي انا جايبه منها الروج والرموش بتاعت شي جلام، لو حابين تطلبوها يعني. بس كده يا بنات، انا قلت اوريكم درجات الالوان. تالي كده الجلوس الشفاف باين شويه. دي كده الالوان هي تقريبا خلاص نشفت. شايفين الدرجات كلها حلوة، وبصوا باينة ناعمة ازاي، هي ناعمة كده حرفيا على الشفايف. فهي حلوة قوي بصراحة وعجبتني. وفي منها طبعا درجات تانية، يعني في ست تانية كل يعني درجات الارواج مختلفة، فاهمين قصدي؟ يعني مش هي دي بس الدرجات اللي موجودة، هي عندها درجات تانية، بس البالت دي اللي كانت موجودة فوري عندها عشان انا كنت عايزاها ضروري، فدي اللي كانت موجودة عندها فوري. لكن هي في منها درجات تانية كتير برضو لو حابة تجيبي درجات تانية عندي. فانا ان شاء الله اجيب برضو باليت تانية درجات مختلفة عشان هتنفعني في الشغل وكده. بس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو وصلتي لحد هنا وما حطيتيش لايك، انزلي حطي لايك للفيديو عشان اللايك ده بيشجعني جدا وبيخليني اعمل لكم فيديوهات اكتر، وكمان بيوصل الفيديو للبنات اكتر عشان يتشاف وكده يعني. بس كده يا بنات، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.